أسرع من نصف الليل. من زمان وأنا عندي هوس بالحاجات القديمة، الأنتيكات اللي ليها تاريخ مخفي ورا الغبار اللي عليها. مفيش مرة بعدي فيها قدام محل أنتيكات إلا ولازم أدخل أشوفها، وأدخل أشوف إيه الحاجات الغريبة اللي عندهم. كنت ماشي في يوم في شارع من شوارع وسط البلد. اليوم ده كان فيه مطرة خفيفة شوية، الجو كان كئيب، يوم شتوي. دخلت محل أنتيكات ما كنتش شفته قبل كده، رغم إني بعدي من الشارع ده كل يوم وحافظه زي كف إيدي. دخلت المكان، ريحته قديمة جدا. عارفين الريحة اللي هي بنقول عليها ريحة معتقة. كنت بتمشى وسط الحاجات الغريبة، لفتت انتباهي عروسة لعبة قديمة محطوطة على رف لوحدها. العروسة دي كان شكلها ملفت للنظر، مصنوعة من البورسلين، لون البشرة بتاعتها وهي مدهونة بشكل مخلي شكلها شاحب، وعينيها كانت إزاز لونهم أسود. لبسها كان مهترئ، واضح إن هي قديمة، بس واضح إن هي عروسة فخمة. أول ما مديت إيدي ولمستها لقيت راجل عجوز صاحب المحل بصلي بنظرة غريبة وقال لي بصوت هادي: مش أي حاجة قديمة تشتريها يا أستاذ تاخدها معاك البيت. ضحكت على كلام الراجل العجوز، إيه اللي ممكن يحصل يعني؟ في الأول وفي الآخر دي مجرد عروسة، مهما كان شكلها مش هتفرق. سألته عن سعرها لكن سكت لحظة، وبعدين قال لي: مش مهم الفلوس، المهم إنك تعرف أنت بتاخد إيه معاك. صراحة الكلام كان غريب، بس ما اهتمتش. خدت العروسة وخرجت من المحل، وعادي اتمشيت شوية. مشيت على البيت وأنا مش عارف أنا مبسوط ولا خايف من كلام الراجل ده. أول ما دخلت البيت حطيت العروسة على رف جنب السرير. صراحة كنت تعبان ونمت بسرعة، لكن في نص الليل صحيت على حاجة مش طبيعية. كان في ضحكة خفيفة جاية من جنب السرير. فتحت عيني بسرعة، قلبي كان بيدق بسرعة مش طبيعية. بصيت ناحية الرف، بس العروسة مكانها، بس عينيها كانت مقلوبة ناحيتي. أنا متأكد إني كنت حاططها على الرف ووشها كان للحيطة، مش ليه. يمكن مش عارف، الهوا حركها، مش عارف. قمت من على السرير وقلت كل خطوة كنت عمال بكدب نفسي. مسكت العروسة، مجرد ما لمستها لقيت حاجة بتتحرك في الضلمة. فتحت النور بسرعة، مكانش فيه أي حاجة، بس كان فيه صوت تاني كأن حد بيهمس باسمي. أنا اتجمدت مكاني، مفيش حد في البيت غيري. بصيت تاني ناحية الرف، العروسة مش هناك. بس ازاي؟ أنا متأكد إني كنت شايفها من شوية. فجأة لقيتها على المكتب. طب ازاي بقت هناك لوحدها؟ مديت إيدي وحذر
مسكتها كانت باردة بطريقة مش طبيعية، كأنها قطعة تلج. قررت إن خلاص أنا هرميها من هنا. لكن فجأة صوت الهمهمة ده جه تاني، بس المرة دي كان أوضح، قريب جدا. بصيت ورايا مرة تانية بس ملقتش حد. لكن في حاجة تانية لفتت انتباهي، المراية اللي في الأوضة. المراية اللي في الأوضة كان لونها أسود، أسود بشكل مش طبيعي حتى لما نورت النور. أنا وقفت مكاني مش عارف أعمل إيه. بص على العروسة لقيتها بتبص لي تاني. رحت جاي رميها في الأرض وخدت حاجتي ونزلت. وأنا نازل على السلم برضه سامع صوت عمال ينادي باسمي. قبل ما أوصل لحد باب البيت تحت افتكرت نسيت كل حاجة فوق. طلعت تاني، طلعت تاني وأنا خايف أفتح الباب. فتحت الباب، دخلت جوه. العروسة ملهاش أي أثر. بص ورايا لقيتها قدامي. عينيها اللي كان لونها أسود بقى لونها أحمر غامق. لقيتها مرة واحدة بتبتسم ابتسامة مش طبيعية خالص. الصوت جا منها، الصوت جا منها والعروسة اتكلمت. قالت لي مكاني مكاني هنا مش هنا. أنا صرخت ورميت العروسة بأقوى حاجة عندي يمكن تتكسر. لكن بمجرد ما رميتها البيت كله ضلت فجأة. في صوت ضحك حوالين الأوضة، ضحكات أطفال لكن مش طبيعية، مش بشرية. نزلت جريت من البيت للمرة التانية وأنا بصرخ بكل قوتي. رحت على المحل اللي اشتريته منها. المحل مش موجود. يعني ايه؟ يعني انا اشتريت حاجة من جن ولا عملت ايه؟ روحت البيت تاني حاولت اتخلص منها. كل مرة كنت ارميها كانت بترجع لي تاني، لحد ما في يوم وانا ماشي من نفس المكان تاني لقيت المحل ده موجود، الراجل فاتح. دخلت له قلت له انا اللي اشتريت منك العروسة، فاكرني؟ الراجل انكر كل حاجة، قال لي انا اول مرة اشوفك هنا. بس المفاجأة إني لقيت نفس العروسة على الرف مرة تانية. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل يوم قصة جديدة.